السلام عليكم الاخوان والاخوات والحباب وكاع متابعي كرة القدم. اذا جينا بفيديو جديد اللي غنتحدثوا فيه على الدوله ديال هوك، واحد المعامله يعني سيئه للفريق ديال بيترو، فريق محترم وفريق هذا الامر هذا يمكن ما عمره شافه في شي دوله حتى مشى الدوله ديال هوك. واحد الممارسات، واحد التعامل، واحد الاستقبال، واحد الحافله، خصكم تشوفوا واحد الحافله راه تبقى تضحك من غدا. يعني القوة الضاربة يعني هاد الأمور فيها. نقرأ لكم الإعلان ديال بيترو، فريق محترم كما قلنا. إعلان هام للمشجعين والجمهور عموما في ظل المباراة الحاسمة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. نعلمكم أننا حظينا برحلة سلسة وخالية من المتاعب. يعني الفريق يعني في ظل التوجه ديالهم من الدولة ديال الجزائر قبل ما يوصل كانت يعني سلسة. بدأت الصعوبات بمجرد هبوطنا في الجزائر، يعني إن فوا وصلوا حطوا رجلهم في الجزائر قال لك واش صعوبة. كنا معادين تماما، سوء المعاملة، يعني هذه ولات هذه معروفة هذه. يعني لا يوجد دعم من الفريق الخصم ومن الاتحاد المحلي. حنا كنعرفوا بأن الفريق ديال الخصم والفريق المحلي كيكون من الاتحاد المحلي هو اللي كيكون كينظم هذه المباراة هذه، يعني تحت الإشراف ديالو، وبالتالي خاص ضروري واحد الشروط معينة يكونوا يعني كيتوفروا فيه. على الرغم من أننا أرسلنا فريقا متقدما لم يتم العثور عليه كما قالت لائحة الكاف، من مسؤولية الفريق المقابل توفير شروط النقل للفريق الزائر. 45 مقعد حافلة تنفيذية، يعني لابد خصو يكون 45 مقعد. تم احتجاز الرياضيين والموظفين التدريبيين وموظفي الدعم في المطار لمدة حوالي ساعة ونصف. يعني يعني تم حجزهم ساعة ونص على شي أمور بسيطة. هكا الوداد داروا لها. الوداد هي يعني ازيد من جوج سوايع المعاف وحجزوهم، ومهم يعني بقينا كنسمعوا شي امور في الشكل. مما ادى الى حجز وسائل الاعلام للفريق التسويق لدينا، يعني الفريق ديال التسويق الاخر، اضافه الى تحليل الاداء الرياضي GPS هي حيدها لهم. مغادره الفريق، اعطينا حافله غير مشروطه لنقل فريق كرة القدم محترف، يعني عطاهم واحد الحافله. القوى الضاربة عطاتهم واحد الحافله اذا شتيها راه تخرب الضحك، والله اذا تخرب الضحك. حافله كما توضح الصورة، موقف غير مقبول في أكبر مسابقة كرة قدم على مستوى أندية في القارة الإفريقية. نأمل أن تتخذ الكاف الإجراءات المناسبة وأن تكون صارمة مع الفرق التي تختار هذه المسارات. نحن أتلتيكو بيترو لواندا نختار دائما الممارسة الجيدة، ونفهم أنه يجب إعادة التفكير في مستقبل كرة القدم الإفريقية بشكل عاجل، لأن سلوك الجنس، يعني كيقول لك السلوك ديال الشخص يشوه فقط الاسم الجيد الاسم الجيد للطريقة في إفريقيا. ومع ذلك نحن مركزون ومتحدون لمباراة السبت، وسوف نفعل كل شيء لتحقيق أهدافنا على أرض الملعب. يعني هذا الفريق هذا بكل صراحة يعني دار واحد الإعلان يعني جيد، إعلان هام، وهذا الإعلان هذا خصو يوصلنا للكاف، خصو يوصلوا للكاف أساسا باش هذه الممارسة تحيد، لأن بكل صراحة ممارسة غير مقبولة. تحياتنا هذا الفريق هذا اللي ما كنجبروا معاه حتى شي مشاكل في لواندا ولا في المغرب، وهادشي اللي كاين. تصلوا للإخوان في راسكم.